السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حلوات؟ طبعا انا صاحية النهاردة تعبانة جدا، بس عشان اتفقت معاكم ان احنا هنطلع لايف قلت يلا نطلع. فينكم؟ طيب ايوه، في ناس بدأت تيجي اهو. عاملين ايه؟ صباح الخير. طبعا صوتي ما شاء الله يعني جعفر في نفسه. لسه ما خفتش يعني، الحمد لله. بس طبعا احنا كلنا انوثة، لا يعني. صباحك سكر يا منار، انت اللي شجعتيني ان انا اطلع يا منار. انا كنت نايمه يا منار ومش قادره اقوم من على السرير وتعبانه وعماله اخد في ادويه وحاجات من بالليل، بس قلت والله يمكن لما اشوفكوا كده افوق. طيب نبدا نتكلم ان شاء الله، واللي مش هيحضر ايه يلحقنا باذن الله. هو الموضوع هنتكلم عن ايه؟ شفتوا لا مش فاكرة انتوا ولا لا، بس انا كنت حاطة صورة لبنت. كانت بتحكي عن ايه؟ كانت بتحكي عن ان زوجها ما شاء الله عليه يعني كان كويس جدا جدا. انتوا لو سامعين الصوت يعني، ولا انا صوتي واطي؟ صح، حاسه ان انا بوشوش نفسي. سامعين؟ يعني اي كومنت كده يتقال سامعين. طيب اكمل. البنوتة دي كانت بتتكلم ان زوجها ما شاء الله عليه كويس جدا جدا في كل حاجة ومش مخليها عايزة حاجة وبتاع، بس هو شخصية عملية شوية، فكان بينقصها المشاعر، الحب، الأحاسيس اللي فطبعا هي دايما كانت بتتخانق معاه عن ان انت مش حاسس بيا، انت مش مهتم بيا، انت معرفش ايه. ودايما دايما حاسه بالنقص. يعني هو كان بيقول كلام حلو، كان بيعبر، كان بيتكلم مش قاطع خالص، ولكن هي دايما حاطه مقارنات. فشايفه ان انت لا، انت مش مكفيني، وانت مهمل فيا، وانت. آه هو عمال يعد مميزاته. يعني انت خلاص للدرجه دي مش شايفه اي حاجه كويسه فيا؟ لا، انا بص على الناقص وبس. الانسان اللي بيبص على الناقص وبس للأسف بي حياته ما بتبقاش سعيدة، مفيش رضا. فدايما هيبقى شايف كل السلبيات في الشخص اللي قدامه. فجأة هيلاقيه مش عايزه، مش حبه وكرهه، ومش حابب يكمل معاه. فجأة تلاقيها قفلت منه من تصرفاته ومش قابلاه. يعني كمان تقولي انا مش بقيت قابلاه. ليه؟ لان احنا بصينا على الناقص اللي عندنا، بصينا على ان هو مش عنده كذا ومش عنده كذا، بنقارن حياتنا بحياة الاخرين. فده طبعا بيخلي في عدم رضا خالص في اي حاجة احنا ممكن نعملها. طيب نتكلم بقى في النقطة اللي بعد كده. لما بنحط بقى الموضوع في دماغنا ونبدأ ندخل الشيطان. ندخل الشيطان في ايه بقى؟ في السوشيال ميديا، في الشغل، الى ما شابه ذلك. طبعا الكلام عشان مش ما فيش رجاله معانا، فالكلام هيبقى للايه؟ للستات بس. الستات بس في ايه بقى؟ للأسف ان هو من اول حاجة من للخراب بالبيت بمعنى اصح الاختلاط. الاختلاط الزايد، المعاملات اللي فيها ود زيادة عن اللازم. حتى لو انا في بيت عيلة،
كل الحاجات اللي بيبقى فيها اريحيه كويس قوي مع الشخص الاخر دي بتجيب نتيجه مش لطيفه خالص، سواء منك او من الطرف التاني. فطبعا البنت دي كانت بتتكلم بقى في ايه، ان هي من كتر ما كانت عماله تشتكي لجوزها ومش مرتاحه ومش مبسوطه وبتاع، فهو عرض عليها قال لها انزلي اشتغلي. يعني هو لا، انزلي اشتغلي من باب ايه، يبقى ليكي كيان وليكي يعني تخف زن عنه شويه، يمكن من كتر ما هي قاعده في البيت حاسه ان هي ما بتعملش حاجه، فقال لها انزلي اشتغلي. فقالت تمام ونزلت اشتغلت وبتاع. ف صاحبتها كان ليها اخ كان لسه جاي من بره، واد لذيذ كده وحبوب كده وجنتل كده واكبر منها بسنتين او 3. فهي البنت بقى اتشدت له قوي، وحست بقى ان هو ده اللي انا عمري ما كنت بحلم بيه، يعني هو ده السعاده الكامله. ويعني انا ازاي كنت متجوزه جوزي، يعني ازاي وافقت عليه الاكبر مني ب8 سنين ده اللي انا عماله ما اعرفش ايه. وفضت بقى ايه تلمح بالنظرات وطبعا مش قادره تتكلم او مش قادره تقول ان انا معجبه بيه، طبعا انا ست متجوزه عيب ما ينفعش يعني. فاللي حصل بعد كده ان هو لمح لها وقال لها طبعا ان هو معجب بيها. طبعا بدايه الخيط ايه بتبقى الشيطان كده، يعني هو الشيطان. ومعظم البنات اللي بتيجي تكلمني في التليفون وتقول لي يا تغريد ده انا واقعه في كذا 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 كذا، ما بتيجي ترجعي معاها للذاكره تقول لك والله العظيم انا ما كان في دماغي حاجه، والله انا كنت بس مجرد ان انا نظره ولا حاجه، انا ولا كان في دماغي ان انا هقع في اللي انا وقعت فيه دوت، ما كانش في دماغي ان انا فاهمه. هي البدايه بتبقى كده، البدايه بتبقى صباح الخير مساء الخير عامله ايه، حسيتك متضايقه النهارده، هو انت مالك، طب ما تيجي تفطر معايا، ما تيجي افطر معاك كده. سواء حتى في بيت العيله يا جماعه، يعني حطوا حدود شويه ما بين السلايف وما بين جوازاتنا وما بين احنا وما بين اخواته، يعني الرجاله، يعني ما يبقاش الدنيا سداح مداح. لان انا بلاقي خلطبيطه بالصلصه، يعني ما بتيجي واحده تحكي لي تقول لي سلفتي وسلفتي وجوزي واخته وبتاع وقاعدين وقاعده جنبه بتتفرج على الماتش وقاعدين يهزروا ويضحكوا، ايه ده؟ وهو طبعا مكسوف مش قادر يقول لها عيب وقومي، وفي نفس الوقت التانية قاعدة مبلمة ايه اللي بيحصل، ودي جوزها داخل طالع عادي ما فيش مشكلة، ده احنا اخوات. لا يا ماما احنا مش اخوات، ماشي. فخلوا بالكم. طبعا في ناس تقول لك ايه ده انت بتتكلمي في الموضوع ده ليه وما اعرفش، لا الموضوع ده مهم جدا جدا ومنتشر الايام دي جدا، وللاسف بسبب يعني قلة الدين وبسبب ان الناس بعدت عن ربنا، بسبب ان الناس بتبص على النواقص اللي عندها، ده اكبر حاجة بتسبب مشاكل زوجية كتير قوي. فبالله عليكم بلاش ان احنا يعني ايه، يعني أنا عايزة أجيب جملة كده بس مش عارفة أجيبها، اللي هو إحنا يعني نبقى ودودين قوي في التعاملات مع الرجالة، لأ ما ينفعش الود معاهم حتى لو هو كان جنتلمان بيرفكت، يعني لأ. تمام. ندخل على نقطة تانية، وهي زوجي فيه عيوب كذا وعيوب كذا وأنا لما تلاقيكي وصلتي فجأة لمرحلة أنا شايفة عيوب زوجي، اعملي لنفسك وقفة، عشان ما فيش راجل. يعني انا لما جيت كتبت قبل كده بوست اكتبوا ايجابيات، اكتبوا حاجات حلوه في ازواجكم، بنوته لفتت نظري بتقول لي ما فيش، قلت لها ازاي ما فيش؟ ما فيش راجل في على وجه الارض متجوزك مليش ما فيش يوم حلو معاه، يعني حتى لو انت رايحه تتطلقي الوقت اللي هي بتقول فيه ما فيش ده انا متاكده ان هي متخانقه معاه، لان احنا وقت الخناق المخ مش بيستدعي ابدا اي ذكريات حلوه، وده للناس السلبيه اللي بتبص على الكلام اللي مش كويس. طبعا اللي حصل يا بنتي، طب بصي ركزي، طيب هتلاقي والله حاجه كويسه في زوجك، يعني الدنيا مش وحشه للدرجه دي. بتقولي والله انا قاعده بس بقرا الكومنتات وبعيط، يعني بصي كمان يعني ده اللي خلاها تأكبر بقى من المشاكل بقى ده. أه هجاوبك يا منار بس اخلص الجزء ده. ده الجزء التاني اللي كنت هتنقل ليه يعني. فبدات تقولك والله ده انا بعيط وعماله اقرا الكومنتات. بصي بقى هي عملت ايه، مشكلتنا احنا مثلا لما بنقرا كومنتات على حاجات حلوه ماشي، بنسقطها على ازواجنا ونقول اه شفتي ما هو ولا عمل معايا كذا ولا عمل معايا كذا ولا عمل معايا كذا، وتلاقي نفسك قفلتي منه وقلتي منه. لا احنا لما نيجي نتعامل مع ازواجنا ماشي، هو شخص انا اتجوزته
قبلته بكل ما فيه، ناوية أكمل معاه، ما عنديش نية للانفصال أصلا. فما دخلش الشيطان بقى، يعني ما احطوش في مقارنات مع أخوه، احطوش مقارنات مع ابن خالتي، ما احطوش مقارنات مع شخصية على الفيس، ما احطوش مقارنات مع زميلي في الشغل. ما ينفعش. هما بيحطوا في مقارنات، هقول لكم نتعامل ازاي. ولكن ليه ما نحطوش مقارنات؟ علشان خلاص الطريق اتقفل، يا باب سد وهفضل انت في حالك وانا في حالي ونكمل حياتنا، يا فجأة هقول له طلقني. تمام. او هنقول لبعض كلام جارح وكلام ملوش لازمة. طيب لما الاقي نفسي بدأت اقفل شوية كده، وان انا يعني مش مرضية ومش مرتاحة وحاسة ان في يعني جوايا احاسيس مش حلوة تجاهه، بعمل ايه؟ بقعد مع نفسي قاعدة كويسة، افتكر مميزاته. عشان كده حطيت قبل كده ليكوا بوست الامتنان للزوج. لازم نمتن ليهم، يعني لازم نحسسهم انك انتوا هم على فكرة بيحبوا الاهتمام جدا. وده اللي بيخلي ان اقل واحدة في الشغل، وممكن تبقى اقل منك جمالا واقل منك تعليما واقل منك في كل حاجة، وتلاقيها على علاقة بيه و... و... واكلة دماغه. ليه؟ علشان عرفت مداخله، عرفت تهتم بيه، عرفت آه تحسسه قد ايه. يعني كل واحده تقول، يعني لما نيجي نتكلم وتقول لي زوجي مثلا عرف فلانه ولا علانه، الجمله دي بسمعها كتير جدا. ده هي حسسته ان هو يا ما هنا يا ما هناك ونفخاه. طب يا اختي ما تنفخيه، يعني انت مش نافخه ليه؟ لا اصلا ما هو كده كده متنيل بستين نيله، يعني كده كده الدنيا اصلا بايظه ما بينكم. طب ما تجربي الاسلوب بتاعها. ما فيش راجل الست بتديله زي ما كنت كاتبه بوست طبلي له، ماشي؟ مفيش راجل الست بتديله قيمته وبتقدره. خلي بالك الفرق ما بيننا وما بينهم ان احنا بنبقى عايزين نسمع كلام حب رومانسي، هما مش عايزين يسمعوا كلام حب رومانسي، هما عايزين يسمعوا كلام تقدير، عظمة، يحس قد ايه يا ده انا من غيرك ولا حاجة، ده احنا حياتنا وحياتنا وحياتنا وبيتنا وولادك، وانت بتيجي تملى علينا البيت وربنا يبارك لك، انا عارفه انك بتتعب قد ايه في شغلك. الكلام الحلو ده على طول خليه في لسانك، الدعوات الحلوه. عارفه لما يجي حتى ينتقدك في مثلا انت على طول بتصرفي، انت اصلا ما اعرفش ايه، مش تبرري. فاهمه؟ اديله على طول ايه بقى؟ ربنا يخليك لينا، ربنا يزودك في مالك وتعيش وتجيب. هيسكت. فاهمه؟ يعني دايما ارمي الخناقات في منطقة تانية تخليه يتلهي، ما تخليش المشكلة تزيد. فاهم؟ يعني طبيعي كلنا بنتخانق على موضوع المصروف، طبيعي ان يبقى في مشاكل بسبب ضغوطات الحياة على طول كده. ربنا يروق بالك ويصلح حالك، ربنا يبارك لنا فيك، هدي بالك كده، طب خلاص انا هسيبك شوية وتهدى. يفضل يبرطم مع نفسه يبرطم، ملناش بقى ما نرد. فاهمة؟ يعني قلة الرد في وقت الخناق. انما الستات لازم تعمل ايه؟ مبررات، لازم تطلع نفسها مش غلطانه. يا ستي خليكي غلطانه، يعني في الوقت ده خليكي غلطانه، ماشي؟ الراجل لما بيبقى عمال يحط في دماغه حاجه عليكي، يعني انت فيكي وانت ست مهمله وانت معرفش ايه، حاضر ان شاء الله هظبط نفسي ونتعلم. ما انت طول عمرك بتقولي كده، احنا ما شفناش منك حاجه. ادعي لي يا عم، طول ما انت بتدعي لي ربنا هيكرمني خلاص خلصت. انما لا انت مش شايفني، انت مش مقدرني، ما البيت والعيال والاولاد وانت طول النهار بره وسايبني لوحدي. طب ما هو مفحوط في الشغل طول النهار بره برضه. انت فاهمه؟ بس احنا بنقلل الخناق، بنقلل وجع الدماغ، بنشتري دماغنا. اشتروا دماغكم يا جماعه، والله العظيم الواحد لما بدأ يشتري دماغه ارتاح في الدنيا دي. ان انا اللي عايز يشوفني وحش هيشوفني وحش، واللي عايز يشوفني حلو يشوفني حلو. والله لو واحد عايز يشوفك وحش وانت قعدتي تشقلبي وقفتي على شعر راسك كده، هيفضل شايفك وحشه. خلاص. يعني انت ما عندكش، يعني سؤال منار اهو بقى، اللي هو اللي طول الوقت شايفني وحشه، او هو دايما ما بيشوفش غير الوحش. ما هو للاسف هو عنده عادات غلط في التربيه. وهتلاقي بنسبة 60% مثلا ان اهله شخصيات ناقدة، او الام جديدة او الاب جديد، فكانوا على طول بيدوله على دماغه، فهو شخص يعني قاسي جدا على نفسه،
حتى لو هو كولد فيس كده، ان هو يعني مش مبان عليه ان هو بيتنرفز بسرعة، ولكن جواه صراع رهيب. بيدي نفسه كلام سلبي كتير جدا، هتلاقيه مهزوز من جواه اصلا. فطبيعي ان هو الشخصيات السلبية اللي زي دي، المتشائمة دايما، اللي مش شايفة الخير في اللي قدامها ولا الخير في نفسها، هتشوف الخير فيك ازاي؟ حتى لو هو عارف انك انت حد كويس. بس احنا بنعمل ايه بقى يا منور؟ احنا بنقابل الإساءة بالإحسان، ونكبر دماغنا ونعدي يعني كأن شيئا لم يكن. فاهمة؟ اللي هو بنعمل ايه يعني؟ عايزة يعني مش تقعدي تبرري له، يعني مش تدخلي معاه في جدال عشان تثبتي ان انت كويسة. ماشي؟ بس بقى بنعمل ايه؟ يعني لما بيحصل موقف كويس منك، او حد يشكر فيكي، بعد ما هما بيمشوا تقولي له ايه رأيك؟ الناس كلها شايفاني حلوة، ليه انت شايفني وحشة؟ طيب بلاش السؤال دوت مثلا، عشان ممكن اجابته ما تعجبكيش. ماشي؟ عارفة اكتر حاجة تحسسه بقيمتك فعلا؟ ان انا افضل اشكر في نفسي، ان انا احس من جوايا ان انا اصلا كويسه، يعني مش عندي مشكله. هي المشكله في ايه؟ المشكله ان احنا دايما حاطين ودنا في بقهم. الكلمة اللي بيقولها بتدخل هنا بتدخل هنا، بقت خلاص قرآن أنزل. لا طبعا. يعني هو مثلا من مقاييس الجمال عنده، ولنفترض ان انت مناخيرك تبقى مسحوبة كده مثلا، ولا تبقي رفيعة كده، ولا يبقى ليكي مثلا جناب كده، ولا يبقى سبحانك يا رب. بس انا ربنا خلقني في احسن تقويم. عمر ما ربنا يخلقني مثلا بمناخير مفرشحه شويه، ولا ودان عامله، ولا اسنان ما اعرفش ايه، ولا صدر ايه، ولا هنش ايه، ولا بتاع، وابقى وحشه. لا، هو ربنا خلقني في احسن تقويم. انت نظرتك للجمال مختلفه، مش معنى كده ان انا وحشه. يعني ممكن انا لو رحت مثلا عملت اي عمليات تجميل ابقى وحشه. يعني جم في فتره مثلا انت خسيتي، انت خسيتي، انت خسيتي. لا خسيت، ايه المشكله يعني؟ يعني ايه المشكله ان انا خسيت؟ انا حلوه وانا اما اخس، وحلوه وانا اما بدخن، ومحدش ليه حاجه عندي. بس طبعا ما بقولش كده، بس انا بتكلم جوايا كده، انا كده. فاهمه؟ لكن انا بقى لما مثلا حطيت الموضوع في دماغي وان انا مش حلوه، وسمعت كلامهم، لقيت نفسي عايزه اروح اعمل بوتكس واعمل فيلر واعمل معرفش ايه. ايه ده؟ لقيت نفسي داخله في سكه تانية. لقيت نفسي ان انا ما بقيتش هثق في نفسي، وبقيت حاسه ان انا قدامهم مش حلوه. ايه ده؟ ايه ده؟ ايه ده؟ ده عايزه اقول لك ان كان في بنوته بتكلمني بتقول لي من كتر ما هما بينتقدوها بقت تحط ميك اب كل يوم وهي نازله عند حماتها عشان محدش يتريق عليها. وقلت لها ده دول قطع لسانهم كلهم. انت ازاي اصلا؟ يعني ازاي احنا عشان مكسوفين نرد ندي مساحه للي قدامنا انه يقل ادبه علينا، وانه يعدوا حدوده النفسيه علينا؟ طب الزوج نقفل بقنا ونكبر دماغنا ونعمل في صمت. يعني انت شايفه ان انت محتاجه تخسي وهو انتقدك، قولي له حاضر دعواتك وبس. بس هو انت حاسه، انت عارفه انك انت عايزه تخسي، فاهمه قصدي؟ خلاص ابدأي مع دكتور رجيم من غير ما تقولي له، خليه يلاحظ الفرق. يعني ما تقولولوش انا هعمل وهعمل 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 وما بتعمليش حاجه. لا، حاسه مثلا ان بشرتك مرهقه وبتاع، عارفه ان انا المفروض هشرب ميه كتير، حاسه ان انا هجيب مرطبات، هجيب حاجات، خلاص احوش ومثلا ظروف الماديه مش قد كده، مش لازم اعمل، اشوف خلطات على النت، وصفات، حاجات، اعمل جلسه واحده في الشهر مثلا تنظيف للبشره، حاجات من دي. هبدا ان انا احس بنفسي وبجمال نفسي، مش هستنى ان هو ينتقدني. يعني انا لو شايفه فيا في انتقاداته حاجه تستاهل، انطلق واظبط نفسي. لا، حاجه هو مصر ان هو يشوفني فيها مش كويسه او مش مقدرني. ما انا عماله اقول لكم انا حاسه ان الصوت واطي وانتوا بتقولوا الصوت حلو. ماشي يا رؤى، انا هعلي صوتي شويه، اصل انا تعبانه فصوتي هتلاقيه بيوطى كده لوحده. ماشي. طيب لو انتوا شايفين ان انا ان هو مثلا بينتقد، شايف ان انتي ست معرفش ايه، شايف ماشي، كبري دماغك منه. الحاجه اللي ما تكبريش دماغك منها المقارنات. لما تلاقيه دخلك في مقارنه مع حد، وقفي عند حده وقولي له انا اسفه،
انا ما احبش ان انت تدخلني في مقارنات مع اي حد ابدا، زي ما انت ما تحبش ان انا ادخلك في مقارنات مع حد. والموضوع انتهى. هي ليها مميزاتها ولها عيوبها، ما تاخدش جزء من الشخصية، يا تاخد الشخصية كلها على بعضها بظروفها. يعني من المقارنات الظالمة، ماشي، ان واحد ياخد زميلته مثلا في الشغل اللي بتقعد مثلا 7 ساعات ولا وراها عيل ولا تيل وقاعدة معاه في الشغل، قصاد زوجته اللي قاعدة في البيت. دي من المقارنات الظالمة. فلما تلاقيه بيقارن ما بينك وما بين حد، ما بينك وما بين سلفتك، ما بين، قولي له خدي الشخصية على بعضها، ما تاخدش منها الحلو وتسيب الوحش. يعني تاخدها كده كوكتيل على بعضها كده وتقارن، فهتلاقي مميزاتي انا اعلى. هيقول لك انت واخده مقلب في نفسك. قولي له ايه يعني ما اخد مقلب في نفسي؟ ايه يعني ما احب نفسي؟ ده انا طول عمري شايفه نفسي جميله وحش. قاري نفسك في المرايه وبصي. يعني كل ما ينتقدك مش تبقي قليله الادب وبتردي الكلمه بكلمه. هو بيبقى فيه اسلوب كده، ماشي، علشان اريح دماغي و... يعني لان في بنات فعلا بتاخد الكلام جواها. يعني في واحده، على فكره، راي زوجك فيكي يعني 20% بناخده. يعني هو لما ناخد الكلام الحلو ونسيب الانتقادات على جنب، ماشي، لان الانتقادات بنسبه مثلا 70% ممكن اصلا تكون كركبه جواه، هو عنده مشاكل هو، فبيطلعوا عليكي، بيعمل اسقاط عليكي، فهيخليكي تكرهي نفسك. فما نسمعلوش بقى. لما نلاقيه تك 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 عمال يدينا في جنبنا يدينا في جنبنا، لا يا حبيبي اقعد على جنب انت بقى كده، وخلينا اشوف حياتي. انا عندي ولاد عايزه اربيها وعندي مراره واحده. بس طبعا ما بنقولوش كده، وفي نفس الوقت ما بنغيرش معاملتنا للأسوأ، لا احنا معاملتنا كويسه لغايه لما تيجي تنتقد. حاضر يا بابا اللي انت شايفه، وندخل من هنا وطلع من هنا، بس. وما تبرريش ما تبرريش ما تبرريش. تمام. طيب، ندخل على الجزء الثالث وهو الامتنان. البنات اللي وقت الخلاف ما بتفتكرش غير الوحش ليه، نصيحة مني تعملي لنفسك دفتر. الدفتر ده هنعمل فيه ايه؟ هنكتب فيه الحاجات الحلوة اللي بيعملها لنا. انا مش فاكرة حاجة، ما تفتكريش دلوقتي. وانت واقفة في المطبخ هتفتكري ذكريات حلوة ليه، اكتبيها. وانتي قاعده في امان الله كده بتتفرجي على التلفزيون، فجاه لقطه رومانسيه فافتكرت ان هو عمل معاكي موقف كده، اكتبيه. آه آم، النهارده وانا قاعده في امان الله لقيته داخل عليا جايب لي حاجه حلوه من اللي انا كان نفسي فيها ولا معرفش ايه، اكتبي. ساعدني في البيت، اكتبي. اكتبي في الكشكول ده كل صغيره وكبيره. عارفه لو صحي الصبح وقال لك صباح الخير يا حبيبتي وباسك، اكتبي. ليه بقى؟ عشان وقت الخلاف للأسف الشيطان بيبقى منتهز الفرصة دي وعايز يخرب الحياة ما بيننا، يعني هيخرب الحياة ما بيننا. فأنا طبعا قاعدة أروح فاتحة الكراسة، أقرأ فيها، أحس إن أنا هديت وأحس إن أنا صفيت. تمام. النقطة التانية إن وقت الخلاف برضو أكتب اللي مضايقني. يعني اكتب في ورقه كده حصل كذا وكذا كذا كذا، اسردي الموقف. ولما تسردي الموقف اسالي نفسك هو ايه اللي زعلني، ايه اللي مخوفني، ايه اللي وجعني، انا محتاجه ايه، انا عايزه منه ايه. وزي ما اتفقنا ان اسلوب العتاب ما ينفعش ان انا اروح اقول له وانت 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 عملت وانت سويت. اسلوب العتاب على فكره انا بتهيألي الجزء ده انا بكرره في كل فيديوهاتي. ليه؟ لان مهم جدا، لانه بيعمل بلاوي. يعني تقول لك احنا المفروض ان احنا قاعدين بنتعاتب بلاقينا بنتخانق تاني. ما هو بنتخانق تاني ليه يا حبيبتي؟ علشان انتي بتصحي الايجو عنده، يعني بتحسسيه ان هو ما بيعملش ليكي اي حاجه ولا الهوى. طب يعني ايه تغريب برضو؟ يعني لما تيجي تقولي له وانت اصلا عمرك ما عملت. الستات بتحب يعني ايه، المشاعر كده بتبقى مقفوره شويه. ولا عمري شفت ما اعرفش ايه، وانت عمرك ما عملت لي، وانت سويت لي، وانت 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 وانت. لا، طب ما احنا اصلا مفروض في الوقت ده بنيجي بقى نعاتب ازاي؟ زي ما قلنا وهنقول 50,000 مرة، نظام الساندوتش. شفت الساندوتش كده بيبقى فينه من فوق وفينه من تحت، والاكل الجميل كده في النص، ماشي. فاحنا بقى هنعمل ايه؟ النظام الساندوتش ده ان من فوق هقول له والله انا عارفه قد ايه ان انت بتحبني وانت كذا، وانا عارفه ان انت ما كنتش قاصد تزعلني، وانا عارفه ان انت بتقدرني وانت فيك وفيك وفيك وايه
تديلي تطبلي له شويه كده في الاول، بس بصراحه لما حصل الموقف الفلاني انا حسيت بكذا، وتكلمي عن نفسك ما تتكلميش عنه. يعني ما تقولش ما حصل الموقف الفلاني وانت عملت وانت سويت وانت سوي وانت ما حسيتش بيا وانت كذا، لا. لما حصل الموقف الفلاني انا حسيت ان انا اتوجعت، حسيت ان انت قلت مني، حسيت احاسيس مش كويسه، انا زعلت والله ومش عارفه. طب يعني وضح لي وجهة النظر وانا هاخد بالي. فاهمه؟ الفكره في ايه؟ آه، الفكره ان النظام ده، الحته الاخيره بقى ان انا بعد ما اقول اللي انا نفسي فيه ونتناقش، وربنا يخليك لينا بقى، احنا بننهي اهو بقى. شفت الباراجراف اللي كنا من مقدمه واللي في النص وخاتمه، هو كده. الخاتمه بقى ربنا يبارك لنا فيك ويصلح حالك ويسعدك وبتاعه، واحنا من غيرك الحياه بتبقى مش لها معنى، وندي كلمتين حلوين. طب هو بقى من النوع الرخم اللي بيديكي في جنابك ومش بيسمعك وطق طق 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 طق، لا يا عم، الطق طق دول بتوعك على جنب، ووقت ما تصفى وتهدى. انا حاولت ان انا جيت ارضيك اهوت وانت ما رضيتش، وانا مش عايزه اتخانق، احنا عايزين نحل ونصلح. هتفضل تعمل وبكل هدوء. شفت تون الصوت اللي انا بتكلم بيه ده؟ هو ده. وخليكوا كده باردين شويه. يعني البرود وقت الخناق مهم. ليه بقى؟ سلامك النفسي اقسم بالله اهم من اي حاجه. يعني اهم حتى من انك انتي تبقى عامله زي البابور ولازم انتقم منه ولازم اوجعه. ده في بنات بتيجي بتقول لي انا عايزه يعني اخليه يحس بالنفس اللي حاسه بيه. يا حول ولا قوه الا بالله. هو انا ما تزعليش مني، انا ما بحبش احط راسي براس الراجل، ماشي كده؟ بس هو عمل موقف، ما هو مسيره هيترد ليه، هيترد ليه بقى في الشغل، هيترد ليه مع حد من صحابه، هيترد ليه كذا. والله العظيم احترامنا لذاتنا، لذاتنا، لان للاسف في رجاله ده كتير بتاخد الباب، يعني ان هو ليه السلطه الكامله للاهانه والشتيمه والبهدله وقله القيمه. والله العظيم احترامك لذاتك هيخليك تعيشي ملكه. ان انا ارد الكلمه بكلمه واشتم الشتيمه بشتيمه ونفسي تصعب على، والله العظيم عارفه، اما تتجنبيه وتعملي عقاب صامت افضل مليون مره ما ارد عليه الكلمه بكلمه والشتيمه بشتيمه، ماشي؟ وارجع بعد كده ازعل انه مد ايده عليا. ما هو انا اهنت نفسي. فاهمه؟ لا انا ما بعملش كده غير ما هو اللي بيمد ايده. ما احنا لما بنرجع تاني في الاخر بنلاقي ان انتي رديتي ردود مش لطيفه. انت فاكر نفسك راجل لما مدت ايدك عليا؟ اه انا راجل وستين راجل، طب تعالى فرجني. هيجي يفرجك طبعا. الكلام ده بيتقال كتير وشتايم كتيره. طب ليه؟ هو مضايقني اتجنبه، شتمني اتجنبه. طيب يعني معنى كده ان انا ما يبقاش ليا كرامه؟ لا، ليكي. فاحنا بنتعاتب بعد كده وتعرفيه انا ما رضيتش اشتمك. انا ليا لسان وربنا مديني لسان على فكره، وممكن انت ما تقولي لي يا بنت الكلب انا ارد عليك واقول لك انت ابن 60 كلب، بس انا عمري في حياتي عشان انا بعز اهلك وبحترم نفسي عمري ما هعمل معاك كده. بس ما تجبرنيش في يوم ان انا اعمل معاك كده. بس ده بيبقى امتى بقى؟ لما يبقى زايد فيها. يعني مرة وعديناها وعاتبنا وعيب وما ينفعش وما بيننا الاحترام، وانت يعني انا بحبك وانت بتحبني وما يبقاش ما بيننا كذا. تمام؟ طيب المرة التانية ساق فيها فخدت جنب وما رضيتش اكلمه غير ما جه رضاني. المرة التالتة ما ينفعش، لازم تقولي له الجملتين دول. المرة الرابعة تخلي حد يقعد ما بينكم. لكن ان انت تشتمي شتيمه بشتيمه والاهانه باهانه وقله الادب والشرشحه اللي بنسمعها، لا، والله العظيم لا. ليه بقى؟ لان في الغالب بترجعوا لبعض، وفي الغالب ما بتصفوش. يعني في الغالب ما بيحصلش طلاق، ففي الغالب ما بتصفوش. وتقعد تقول لي ده انا ما نسيتش لما قال لي كذا وكذا 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 وكذا، وهو ما نساش لما هي قالت له كذا وكذا وكذا وكذا. كل اللي عملناه ايه؟ ان الطفل اللي جوانا زعل وبقى يدبدب في الارض كده ويقول ازاي يشتمك اشتميه، وازاي اهانك اهنيه، وازاي قل منك قل منه، ولما احرجك قدام اخواته احرجيه قدام اخواته. في ستات كتيره بتتعامل كده. لو بتيجي تسالني اعمل ايه، يعني المشكله انها بتيجي تسالني عشان عايزه افكار، ان انا اللي اقول لها على افكار انها تحرجه وتضايقه وتعمله وتسويه. فده غلط. في بنات هتشوفها بان ده قله كرامه وانتي لا والله العظيم قله. احنا بنحترم نفسنا
عشان وجع القلب والمشاكل وقله القيمه وانا عندي ولاد اربيهم. يعني انا، ما هو المشكله ان احنا بنطلعه على عيالنا ضرب 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 ضرب، بنطلع فيهم اللي مش عارفين نطلعه فيه. تمام. طيب هننقل على نقطه كمان. إنه امبارح كان في بنوته بتكلمني بتقول لي ايه، آه زوجها كان عارف واحده وبعد كده خلاص قطع معاها، والبنت متضايقه و... وبتشك فيه وكل حاجه، ده طبيعي. بتقولي انا ما بقتش عايزه اعيش مغفله تاني. سالتها سؤال واحد: عايزه تكملي حياتك معاه ولا تنفصلي؟ الراجل بيحاول يرضيها بكل الطرق ان دي كانت نزوه وراحت لحالها، ماشي، ايا كان كلامه صح ولا غلط. بس انا جربت المره الاولانيه ان انا عملته الليله وطلاق وبتاع وكاني وماني وجي ورضاني وبس راسي وبس ايدي وعيط وحقك عليا وبتاع ماشي. وبعدين بعد كده انا قلبي موجوع، انا متضايقه، خلاص هناخد شوط شويه لغايه ما نحس ان احنا بقينا كويسين ونتعافى وكل حاجه. طبيعي الصدمه بتعمل الم، والالم بياخد وقت. طيب النقطه بقى اللي بعد كده ايه؟ حته بقى ان انا مش عايزه اعيش مغفله دي للاسف بتعمل مشاكل كبيره قوي. زوجي كويس جدا معايا، يعني هي بتقولي كويس جدا معايا فوق الوصف. طب انت عايزه ايه بنت الناس؟ مش عايزه ابقى مغفله، يعني عايزه توقعي تاني، يعني هتفتشي في التليفون. مش عايزه افتش في التليفون بس مش عايزه اكون مغفله. احساس ان انا مش عايزه اكون مغفله ديت، هو المصطلح كبير، يعني المصطلح تحسيه شتيمه كده، لكن والله الفكره في ايه؟ انا دايما بقول يا بنات، انا حياتي سعيده معاه وهو كويس معايا وبما يرضي الله وبيعاملني كويس، تمام كده. خليني بما يعاملني. احساس بقى الشك اللي بيجي جوايا ان هو تلاقيه دلوقتي بيكلمها، تلاقيه كذا تلاقيه كذا، وعايزه اقوم افتش عشان اثبت لنفسي ان هو ما بيكلمهاش. طب قدر اكتشفت انه بيكلمها، كده انت ما بقيتيش مغفله وبقيتي شاطره وعارفه كل حاجه اهو. هتعملي ايه؟ ما انت مش عايزه تتطلقي، يعني انا لا مش هنفصل، فخلاص هتفضلي ساكته، يعني هتفضلي تراقبي وتعرفي وتبقيش مغفله وتبقي يعني عارفه الصغيره قبل الكبيره، وهتلاقي نفسك بتبعدي عنه ومنكده عليه وقرفاه، والتانية هي بقى الجميله الحلوه السنيوره اللي كل الهنا كله معاها. تمام. والجزء التاني ان انا هنفصل عنه، صح؟ طب ما انت مش عايزه تنفصلي عنه يبقى خلاص ما نشغلش بالنا غير بالحلو اللي عندنا. هو تركيبة شوية غريبة عند الست يعني، وانا يعني بقدر ده، مش بتفه من اللي هي الاحساس اللي بيجي لها، بس يعني واحدة من الناس، انا مثلا انا زوجي بيسافر ومعاه اجانب في الشغل ومعاه بنات لسه متجوزتش ومعاه مطلقات ومعاه متزوجات و... والله اعلم ايه بيحصل هناك، بس انا باخد بالظاهر حد كويس محترم بيعاملني كويس، خلاص. اللي بيعمله هناك ده بقى انا ماليش فيه، انا كتغريد بقول كده. طيب افرض اتجوز، يا واحده مثلا تقول لي افرض اتجوز، افرض اكتشفت انه يعرف واحده. انا ما بحبش اقدر البلاء قبل وقوعه. تقدير البلاء قبل وقوعه بيخليكي اتعس انسانه في الدنيا. يعني ان انا اقعد افكر ان يا ترى دلوقتي ستلاقيه قاعد مع زميلته دلوقتي وقاعدين بيشربوا الشاي سوا وقاعدين بيفكروا بيضحكوا يهزروا، فهو اعجب بيها، فهو حس ان هي كويسه واحسن مني ومع... لا اله، ده تفكير لوحده يخليني عايزه اقوم ارميه من الشباك. لا حول ولا قوه. عارفه لما بيجيني الاحساس ده بقوم اروح بعت له رساله حلوه، اروح رن عليه يقول لي خير في حاجه او يكنسل عليا، اروح بعت له رساله، يعني فاهمه، ايا كان. بس ببعد عن التفكير الشيطاني. طبيعي ان احنا كلنا ستات وكلنا عندنا غيره، يعني انا مش بغير، لا بنغير، بس الفكره ان انا مقدرش البلاء قبل وقوعه. لما البلاء يقع بقى، لما يقع ساعتها نفكر بقى نعمل ايه. بس انا من جوايا ببقى حاطه يعني لو انا عرفت ان هو على علاقه بواحده ساعتها هتصرف كذا، لو عرفت انه اتجوز ماشي يبقى هتصرف كذا، فاهمه؟ انما تقدير البلاء انا خايفه انه يتجوز،
فعماله احوط عليه يمين واحوط عليه شمال. ومش معنى كده ان انا ارمي طوقته، لا، اخر دلع واخر هنا يشوفوا مني، لكن في نفس الوقت ما احطش نفسي في مكان هينكد عليا وهينقص عيشتي وهيقلل مني وهيخليني اعامله بطريقه مش كويسه، وهيخليني اقصر في شغلي، وهيخليني اقصر مع ولادي، وهيخليني بهتانه، وهيخليني مش قادره اقوم من على السرير، وهيخليني ما اعرفش ايه وايه وايه وايه. فاهمه؟ وعلى فكره يعني بتعامل معاه بكل تلقائيه جدا. يعني يجي يقول لي مثلا ده، هو اسمعه في التليفون، صدقوا انا قعدت حوالي 5 سنين انا ما اعرفش ان جوزي مع حريم في الشغل. والله العظيم كل اللي في دماغي ان هم كلهم ستات، ان هم رجاله كلهم. فين وفين بقى اما لقيته بيتكلم مع صاحبه، كنت بغسل المواعين ولقيته بيتكلم مع صاحبه ما اعرفش مين، وصاحبه بيقول له ده المزه اللي ما اعرفش ايه، قال له يا عم لا ولا مزه ولا حاجه ده. وعمالين يتكلموا كده، انا وداني جابت لاخر يعني بصي، مواعين مواعين ايه دلوقتي؟ فين يا بنتي المواعين دي؟ ورحت سايبه المواعين وغاسله ايدي وقاعده بقى ايه جنبه كده بعد ما اخلص المكالمه عشان ما يحسش ان انا وعمالين نتكلم وبتاع. ده حلبته بقى، يا بيبي انا سمعت ان معاكم بحريم في الشغل، مزز بقى وكده يعني وكده، ولا ايه النظام؟ فقعد يضحك. قلت له يا عم انا قاعده بقالي 5 سنين فاكره ان انتوا كلكم خناشير، وقاعده حاطه في بطني بطيخه سيف، واخر يطلع معاكم حريم. بس وقعدنا ايه نتكلم علشان بس اعرف مين اللي، فاكتشفت بقى ان هم اجانب وروسيات ومزز مزز يعني. بس مش بتغوط مثلا معاه، يعني مش بفضل اجيب في سيره دي وسيره دي وسيره دي علشان اقول ده بيحكي لي، لا، ما اجيبش سير اصلا. هي جت السيره اتكلمنا من غير ما احس، ما حاسسه ان انا متضايقه علشان نبقى اصحاب. ما جاتش السيره وعادي خالص الدنيا تمام، خلاص الدنيا تمام. انما مثلا احط فلانه معينه في دماغي عشان هو سمعته بيتكلم مع صاحبه مرتين، فاشوف بقى واقعد اتابع واعمل، خلاص انا عرفت ان فلانه دي متجوزه، عرفت ان فلانه دي متطلقه، عرفت ان فلانه دي مع مخطوبه، عرفت ان فلانه دي بينها مشاكل مع زوجها، خلاص. بس كمجمل تمام، فاهمين قصدي؟ بس لما بقى يقع قدامي حاجه ساعتها نبقى نتصرف. تمام كده. ده فكري انا كتغريد. في ناس تانية لا، ما يعجبهاش الفكر ده وشايفة ان ده لا ومش صح، ومش، كل واحد ليه فكره اللي مريح دماغه ومريح قلبه ومخلي ماشي الحياة كده. تمام، ماشي. في نقطة تانية كنت عايزة اتكلم فيها معاكم. في حد عنده اسئلة؟ اللي ما حضرش اللايف بقى ولسه داخل دلوقتي يحضره من الاول عشان هتستفادوا بحاجات حلوة. ايه رأيكم في الكلام طيب اللي احنا اتكلمناه؟ واللي عنده سؤال يقوله. وحسسوني كده، انا حاسه انا بكلم نفسي، يعني 7 8 اللي بيشاهدونا ده اتكلموا معايا طيب. يعني الكلام اللي انتوا سمعتوه قبل كده ده ايه يعني رأيكم فيه ايه طيب؟ في سؤال نقول عليه قدام؟ الصمت. هو الكلام بيوصل متأخر، انا حاسه ان انتوا يعني، اصلا انا لما سألت يا بنات الصوت واضح كنت خدت لي 5 دقايق كده كلام، وبعدين لقيت منار بتقول لي الصوت واضح. فمش عارفه بصراحه ده. طيب هفكر في سؤال تاني طيب. بصي يا نجاح، هو العقل ده ما جاش، انا عايزه اقول لكم، هقول لكم بقى، انا كنت من اوائل الناس اللي لازقه في جوزها لازقه بنت لذينه. والله اول ما اتجوزت لدرجه لو داخل الحمام انا كنت بدخل وراه، يا بنتي انا عايزه اعمل، لا، انا اللي هو لو اختفى عن عيني كنت احس ان انا عايزه اعيط حقيقي. آه كان ينزل عند حماتي كنت انزل وراه،
يطلع عند حماتي اطلع ورقه، شفت نزلنا كلنا وطلعنا كلنا دي. قاعده جنبه. دايما حاسه ان دايما على طول حاسه ان هو على طول كنت اساله السؤال ده: هو انت بتحبنا؟ هو انت مبسوط من وجودك في البيت؟ هو انت معرفش ايه؟ فكنت اعمله هسهس في دماغه. ليه بقى؟ الكلام ده من حوالي 11 سنه، يعني اللي انا بحكي فيه ده من 11 سنه. ايه بقى اللي كان بيحصل؟ اللي بيحصل اولا ما كانش عندي ثقه في نفسي زياده، فبدات اظبط الجزء ده. لما بقى ليا شغل بعيد عنه، يعني بدأت أشغل فكري بحاجات تانية، ناس تانية، دخلت في حياتي أصحاب. ما أصلا أنا كنت في الشرقية ورحت القاهرة، فسبت أصحابي هنا، رحت هناك ماليش حد، ماليش غيره. ماليش صحاب، حتى كنتش لسه عملت مثلا صحاب هناك في القاهرة أو في أهله. لسه برضو في رهبة إن أنا أتعامل معاهم، ما كسبتهمش لسه، فاهمين؟ ف... فبدأ إن الفكرة في إيه؟ إن أنا كنت لازقة فيه هو. بس لما بدأ اتعلم بقى ان انا اطلع دايرتي بره دايرته و... اعمل ايه؟ يعني مش لازم ان انا افضل لازقه فيه. لا، انا ليا حياتي بتكملني. يعني احنا زي ما قلنا كان في كورس اوتار البيوت، كنت عامله لهم رسم الدايرتين، ماشي، واللي هو المشترك بقى. انا ليا حياتي لوحدي وهو ليه حياته لوحده، وفي بيننا جزء مشترك. ما ينفعش احط الدايره بتاعتي على الدايره بتاعته. ما ينفعش تبقى العلاقه ما بيننا زي حرف الايه كده، ان هو لو الشرطه اللي في النص دي اتشالت، اللي هي الحياه الزوجيه ما بيننا، وهو مشي، انا هتكفي على وشي، صح؟ وهقع ومش هعرف اعيش حياتي من غيره. لكن وده اللي بيخلي الستات تتعذب لما بتسيب زوجها وقت الطلاق او يحصل اي مشكله. الست لما بتوصل لمرحله هي مكتفيه بنفسها، عارفه قيمه نفسها، مقدره نفسها، شايفه نفسها جميله في كل الاحوال، في دوائر تانية في حياتي بتكملني بعيده عنه. يعني وجوده، مش عايزه اقول وجوده زي عدمه عشان طبعا ما ينفعش وجوده زي عدمه، ولكن لما يمشي، انا عايزه اقول لك ان ما كان يقول لي انا نازل رايح لصحابي، ما كانش طبعا لسه اشتغلت الشغل بتاعي دوت، ولا كان شغلي على الفيس هبل يعني كده، وفاهمه اللي هو بتفرج على منشورات بتاع. ما كانش لسه ان انا يعني كان شغلي كده. كنت بعيط بعد ما ينزل، انه اي انه سابني وراح لاصحابه على البتاع، على النادي او في الكافيه او قهوه او بتاعه، اللي هو ببقى هتجنن. ليه؟ علشان هو حطاه هو وبس، مفيش حد غيره، مفيش يعني. بس بعد كده لا خالص، كان بيهرب مني، كان بيزهق، كان ما كانش يرد على تليفوناتي. كان عارف ان في نكد هيقابله وهو راجع من البيت. كان في خناق كتير ما بينا. بس بعد كده لقيت لا، ان انا لما اتغيرت، هو ما بقاش محور حياتي. في دوائر تانية كتير. ايه يعني يا بابا لما تنزل الشغل ربنا يبارك لك حبيبي، انا هقعد اقرا شويه على بال ما تيجي، هروق الشقه على بال ما تيجي، هكلم امي على بال ما تيجي، هفكر هقعد على الفيس شويه لغايه ما انت تيجي. خلاص خلصت. فما بقاش تفكيري قد ايه انا مهووسه بيه. بقول لكم كنت بدخل ورا الحمام اقسم بالله. بس خلاص بقى، واحده في واحده في واحده بقيت استقل بنفسي، بقيت احس ان انا يعني يعني وجوده دي حاجه حلوه قوي في حياتي. لكن هتزودني ايه؟ هتزودني ان انا هبقى مبسوطه. لكن لما يبعد، هزعل ان هو بعد شويه. لكن بقى مش عايزه اقول لكم ان اول مره اسافر فيها بقى دي كانت مناحه، كأن بعد الشر حد ليا مات. دلوقتي حبيبي ربنا يبارك لك يا رب ويستر طريقك، روح يا بابا خلاص. مش رامين طوبته، يعني مش او ان انت مش محسساه بقيمته، بالعكس، يعني دايما 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 محسساه ان هو سيد الناس. يعني انت سيد الناس كلها على راسي من فوق، فاهمه؟ فلكن الجزء دوت لما تعمليه هيظبط حياتك. اللزقه بتجيب هروب. الحياه زي الميزان.
لما الميزان اهو ماشي، يا كده يا كده، يا اما يبقى متوازن. خلينا متوازنين هنعرف نعيش. اديتي اهتمام 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 ولازقه لازقه، بصي شفت النازل اهو، انت عماله تدي 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 وهو هيطلع هيبعد عنك. فاهمه قصدي؟ بس كده. انا عايزه اشوف بقى الكلام اللي انتوا قلتوه علشان ايه. الزوج اللي بيتكلم وينتقد حتى لو انتقاده مش صادق، بس هو بيتكلم احسن من الصامت اللي مش بيتكلم. استني كده ما اقرا. الزوج اللي بيتكلم وينتقد حتى لو انتقاده مش صادق، بس هو بيتكلم احسن من الصامت اللي مش بيتكلم خالص. رأي فادي تعرف. مش فهمت. انت قصدك يعني ان الصامت دوت انسان مش كويس يعني؟ ده اللي فهمته يعني. وان الزوج اللي بيتكلم ده حتى لو بيتكلم بانتقاد فهو احسن انه بينطق يعني. يا اختي خليه يخرس، يعني ما تبقى صامت. ولا يعني هو لا منه ولا كفايه شره. هو انا ما فهمتش يا دعاء بصراحه الجمله، بس جايز. بصي، ما ناخدش ما ناخدش الانتقاد وقت الخناق. المشكله انه بيلزق هنا. لا، ما يلزقش هنا وقت الخناق. الكلام ما بيطلعش من القلب نهائي. ولا تقولك وقت الخناق. لا، ما بيبقوش قصدهم يعني، هما بيعكوا وخلاص. انا عايزه بس اقرا نتعامل ازاي مع الزوج الصامت. بصي، هو الزوج الصامت لو مسافر هي كارثه، يعني هي كارثه من كوارث الزمن. لكن لو هو موجود معاكي في البيت، تقدري يعني مش لازم. مشكلتنا ان احنا عايزينه يفتح مواضيع في شغله. احكي لي عن حياتك، احكي لي عن يومك. لا، مش هيحكي. هي الشخصيات اللي زي دي ما بتعرفش تتكلم، هي مش معبرة. وبالذات هتلاقيها شمالية شرقية. وهتلاقي لغة الحب عندهم الأعمال الخدمية، فهم ما بيعرفوش يتكلموا أصلا. فالدور والباقي عليكي انتي بقى. هنقلل الانتقاد، وهنقلل هنقلل الانتقاد وهنقلل لوم وعتاب. وهنزود بقى ايه؟ يعني معاملات كويسة. الصامت ما بيعرفش يحكي عن كل حاجة، هو ما بيعرفش يحكي، يعني مش عايز يخبي عليكي. طب ما هو بيحكي مع امه واخته. ما بصي بقى، آه يعني مش لاقيه كلام اقول. الصامت هو مش صامت معاكي، هو جايز ملان. يعني هو جايز عنده ملل فسكت. جايز لما بيجي يتكلم بتتخانقوا فسكت. جايز. خلي بالك الصامت ما بيتكلمش غير ما يحس بالامان. فلما بيحس بالامان معاكي هتلاقيه بيتكلم وهتلاقيه بياخد رايك في حاجات. طب وليه بيروح ياخد راي مامته واخته؟ عشان هم دول مصدر الامان بالنسبه له. عارف انه هيتكلم معاهم. وعارف نقطه كمان، الزوج الصامت ما بيتكلمش الا للمصلحه. فيوم ما بيتكلم لمصلحه، بيتكلم علشان خاطر مع فلان ده علشان هو هيفيدني. يعني بمعنى اصح كده مش عايز يتكلم حكي حريم يعني، لا. مش هتلاقي منه حكي الحريم ده. بس بقى ممكن بقى احنا هو يعني عايز نفس طويل ومحدش بيحبط كده. وتفضلي بقى تتدحلبي من هنا وتتدحلبي من هنا، ويبقى اسلوبك فرفوش شويه من هنا، وتحكي عن يومك، تسالي عن رايه في حاجه كده. طيب، انا زوجي مسافر فمش فيش فرصه للخناق، مش بنتكلم اصلا. هي مشكله المسافر هي دي ضريبه السفر للاسف، يعني بتاثر على بس يعني نحاول كده، نحاول نرجع الدنيا. بس ما نقعدش اسماء نقول له هو انت ما بتتكلمش معايا ليه، هو انت ما اعرفش ايه هو. ما تقولي له انت وحشتني، محتاجه لك، محتاجه اسمع صوتك. فاهمه؟ الاسلوب بيفرق كتير جدا والله. شاطره يا ايه، والله هو ده الصح. يعني ان انا صدقيني كل ما واحده تهتم باهتماماتها ايا كانت، مش لازم تخرجي للشارع. عايزه اقول لكم ان انا واحده من الناس، يعني شوفي انا رايي شغلي اهو، بس ما بخرجش. انا شغلي كله دلوقتي بقى اونلاين. عايزه اقول لكم من ايام الكورونا يعني ما بنزلش.
تمام. بس انا فكرت ان انا اهتمامي كذا واهتمامي كذا واهتمامي كذا وخلاص. فاهمة؟ مش شرط يبقى ليكي كارير بقى وعمل وحاجة بتاخدي منها فلوس وبتاع خالص. حاجة بتحبيها اعمليها، بتكتبي اكتبي، بتقرأي اقرأي، بتحبي تشتغلي حاجات يدوية اعملي حاجات يدوية، حاجات تلهيكي عن الخناق والخلاف وان الشيطان يلعب في دماغك. آه، فعلا يا منار. كل اللزقة بتجيب بعد. آه، بص يا منار، السؤال ده انا هجاوبكم عليه المره الجايه عشان حاسه ان انا طولت قوي بتاع الخجل ده. بحاول بس ايه اجيب هجاوب بقى الجزء ده بقى دام هو دخل في الجنب ده. خلينا اللايف الجاي نتكلم عنه يا اسماء، يعني عشان سؤال منار وسؤالك، فخليه لايف لوحده كده عشان نرغي براحتنا. ماشي. آه... ارجعي يا ام ادم للجزء بتاع الحوار الزوجي والزوج الصامت والعملي. اقري عنهم تاني، واللغات الحب اقري عنهم تاني او اسمعيهم تاني في الكورس بتاع السحر الحلال. طيب انا حاسه ان انا طولت قوي ولا إيه؟ انا مش باين قدامي اي ساعات ولا اي حاجه. انا مبسوطه ان انا طلعت معاكم بصراحه وفوقت كده، لان انا كنت نايمه وتعبانه وحالتي حاله بصراحه ومش قادره اقوم من على السرير يعني. يلا، القاكم على خير. السلام عليكم.